من هو النبي الذي لم يمر من مرحلة الطفولة؟ سيدنا آدم عليه السلام. من هو النبي الذي صام عن الكلام ل3 أيام؟ سيدنا زكريا عليه السلام. كيف أهلك الله تعالى قوم لوط عليه السلام؟ كان هلاك قوم لوط من أشد العذاب، إذ قلب الله قريتهم ورفعها عاليا وجعل عاليها سافلها، ورافق ذلك صيحة عظيمة ومطر بحجارة من سجيل، فأبيدوا عن آخرهم. وما هو اسم اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام وأغرق فرعون وجنوده؟ يوم عاشوراء. كم هو عدد مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله؟ 5 مفاتيح. من هو النبي الذي صلى في الأرض وصلى في السماء؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من هو النبي الذي كان ابنه أكبر منه؟ عزير عليه السلام. من هو النبي الذي كان يفطر يوما ويصوم يوما؟ سيدنا داود عليه السلام. من هو أول من قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ سيدنا آدم عليه السلام. ما هي المدينة المذكورة في القرآن على أنها لا مثيل لها؟ مدينة إيران. ما هو الركن الأول من أركان الإسلام؟ الشهادتان. من هو النبي الذي أرسل إلى أهل مدين؟ سيدنا شعيب عليه السلام. قال الله عز وجل وأحلوا قومهم دار البوار. ما المقصود بدار البوار؟ جهنم. من الذي أخلفه موسى عليه السلام في قومه؟ سيدنا هارون عليه السلام. كم هي المدة التي قضاها سيدنا يوسف عليه السلام في البئر؟ 3 أيام. وكم هو عدد الكتب السماوية؟ 5 كتب، وهم صحف إبراهيم والتوراة والزبور والإنجيل والقرآن الكريم. من هو أول من أذن في السماء؟ سيدنا جبريل عليه السلام. من هو أول نبي جاهد في سبيل الله؟ سيدنا إدريس عليه السلام.